دقيقة واحدة، عوام الشيعة كفار أم مسلمون؟ من عرف الحق بأدلته وأصر على الشرك والكفر فهو كافر. نعم. أما الغالب في عوامهم يا أخي فهم مساكين نشأوا على هذا المذهب المنحرف منذ نعومة أظفارهم، وتشربوه ورضعوه مع حليب أمهاتهم وربوا عليه، ولذلك يرون أنهم على حق، ولهذا يستميتون في الدفاع عنه وقتال مخالفيهم ويضحون بأرواحهم لأجل هذا. فهم حقيقة جهلة مساكين، وأرجو أن يعذروا بالجهل. أما من عرف الحق خاصة والله الحمد الآن مع وجود هذه القنوات ووسائل التبليغ التي تصل لكل بيت ويشاهدها كل إنسان، فعرف الحق وأن من يطعن في القرآن كافر، من يسب عائشة رضي الله عنها يتهم بالزنا فهو كافر، من يكفر الصحابة فهو كافر، من يقول إن جبريل والعياذ بالله يسمونه الأمين خان الأمانة فصدها عن حيدر بدلا يعطيها لمحمد كأنها لعبة أطفال، يعوذ بالله نسأل الله العافية. هذا لا شك في كفره، لا شك في كفره، لأنه يكذب الله ورسوله والمؤمنين. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كأنه يقول كذبت يا الله تعالى الله، لا بل هو محرف، بل ذهب نصفه وثلثاه. يقول عن عائشة هي بريئة، ووصف بما حصل أنه إفك عظيم وتوعد من فعلوا، قالوا لا كذبت يا الله بل هي زانية تستحق إذا جاء المهدي أن يخرجها من قبرها ويرجمها. يا أخي في كفر أعظم من هذا؟ كفروا كل الصحابة إلا 3 أو 7 منهم، وهم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والآيات الصريحة في هذا، ثم تقول كذبت يا الله بل هم كفار. كل هذا يا أخي لا شك من الكفر العظيم، لكن عوامهم في الجملة أرجو أن يعذروا بالجهل، إلا من عرف الحق وأصر على المنكر والباطل والكفر فهو كافر. أحسن الله إليكم شيخ.